السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد مع قناة أم هنا. فيديو حلو كده تحفيزي، إن احنا النهاردة رحنا اشترينا حبة حاجات محتاجينها للمطبخ. الأول نوحد الله ونذكر الله، إلا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة كانوا العيال عايزين طقم خشاف عشان عايزين نعمل فيه حبة حاجات كده حلوة، فأنا رحت جبت وجيت، يعني رحت جبت حبة طلبات وجيت. ودي معايا حبيبة بنتي، فقاعدة معايا احنا بنصور الفيديو. جبت طقم خشاف النهاردة من السوق، من المحل يعني. وده بتاع الحلويات، الأزرق ده بتاع الحلويات. كيس الحلويات ده برضو عايزين نعمل لقمة الأطفال اللي نعمل حاجات بيه. وجبناهم وجينا. ودي البنشة كده سيليكون، برضو كنت محتاجاها في البيت، فاحنا رحنا جبناها وجينا. أما مفاجأة حبيبة اللي هي طالعة بيها، هي طالعة النهاردة بحصالة. الحصالة دي هي قالت لي يا ماما يا واخواتها، احنا كل سنة بنجيبوا نفس الحصالة دي، هي نفس الحصالة دي اللي بنجيبوها كل سنة، على أساس بنحوش فيها 3-4 شهور لحد دخلت يا رمضان يا العيد، ينفكوها أول رمضان ينفكوها في العيد. صلاتكم على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فهي النهاردة حابة تطلع معايا وتوري كل أصحابنا وحبايبنا إن هي عايزة تعمل الخطوة دي. يعني لو حد عايز يشجع ان هو يعمل زيها يا ريت. احنا بنحوش فيها، اللي معاه 5 جنيه يرميها فيها، 10 جنيه، اي فلوس فضيات. فانا وولادي اي حاجه بنرميها فيه من دلوقتي، من شهر 8 اهو، كل سنه وانتم طيبين، لحد اول 3. صلاتكم على النبي. فالعيال بعد ما خلصنا كده وجينا من السوق، يا ماما احنا جعانين. حاضر يا حبايبي، عايزين ايه؟ عايزين أكلة سريعة كده عشان الجو الحر ده نعملوها. عندي كيس لسان عصفور، أكلة جميلة وخفيفة وحلوة في الجو الحر ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت تدعمونا بلايك أو اشتراك في قناة يوميات أم هنا. يا ريت تدعمونا عشان يجيكم مننا كل جديد وكل روتينات أو حاجة نشتروها أنا وولادي، فشجعونا يعني كده. معلش يا جماعة عشان أنا صوتي منبوح، المية الساقعة اللي بنشربها دي على طول في الجو الحر مخلي صوتنا بايظ بصراحة. كده حمرنا لسان العصفور مع معلقتين زبدة مع معلقتين زيت، وحطينا بقى فيها التوابل: فلفل أسمر، نص معلقة شطة، و2 فيفوز، وكان عندنا قرنين فلفل خضر رحنا مقطعاهم صغنن كده وحطيناهم. واللي عنده خضار معلب في التلاجة ممكن يحط فيه، تبقى وجبة كاملة. صلاتكم على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كده حطينا المية وحطينا معلقة صلصة. جربوا الأكلة دي والله جميلة جدا وخفيفة. بعد كده طابت اهي واستوت، وخليت فيها زي صوص كده، يعني مش ناشفة خالص، زي الصوص زي ما انتوا شايفين كده. وكان عندي بيض مسلوق وسلقناه مع الخضار طماطم وخيار، وقدمنا الطبق للأولاد بألف هنا وشفا. ومش شاكرين منكم وعلى وجودكم معانا. مع السلامة.